اهلا وسهلا في الجزء الثاني من السلسلة بتاعت رحلة الدكتوراه وازاي وصلت هنا. آم، هي السلسلة دي مش بس رحلة الدكتوراه من حيث الحاجات التقنية اللي هو ازاي انا وصلت وقدمت على ايه وكده. لا، انا السلسلة دي انا عاملها بشكل اكتر ان هي تكون دوكيومنتري لفعلا انا مريت بايه، على شوية ريفليكشنز علشان اوصل للبي اتش دي في امريكا. فالنهارده ده الجزء التاني. معلش بقى مفيش قهوة المرة دي. في الجزء ده بقى هستفيض في الكلام عن مرحلة ستيم لان دي من اهم المراحل ان ما كانتش الاهم. والمرحلة دي هي اللي حصل فيها اكبر ترانزيشن في قراراتي اللي هاخدها بعدين وفي شخصيتي، لان التغير في الشخصية هو اللي بيؤدي للتغير في القرارات. انا الجزء اللي فات كنت وقفت عن حتة اللي هو اول كام يوم في ستيم والسمر كامب وكده، والناس بقى ايه. يعني انت حاطط مجموعة ناس ما يعرفوش بعض، مقسمهم لست فصول، احنا كنا متقسمين ست فصول. وبتقول لهم اتعاملوا بدون اي تدخل احترافي من ناس فاهمة عواقب او مشاكل ان انت تحط ناس في مرحلة المراهقة زي دي لأول مرة مع بعض وتسيبهم يتعاملوا في سكن. يعني احنا مش بنقعد اليوم مع بعض 5 6 ساعات ونروح، لا احنا عايشين مع بعض. فموضوع مختلف لان ده بيسبب انتراكشنز اكتر، ومع الانتراكشنز الكتيرة قوي 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 طبيعي هيبقى في حاجات حلوة، بس باي necessity لازم يبقى في حاجات وحشة، لان انت we are no longer restricting our interactions time to 8 ساعات. لا، الانتراكشنز time بتاعنا يعني in almost infinite في السبان بتاع الاسبوع، هو نون ستوب ما بيقفش. حتى اثناء النوم في انتراكشنز، لان ممكن ابقى انا نايم واللي معايا في الاوضه مثلا بيعمل دوشه او صاحي. ف this is a kind of interaction. فاسلوب الحياه ده انا شايف ان هو كان لازم يبقى فيه تدخل من ناس آه، كل دورها ان هي بس تهيئنا نفسيا احنا داخلين على ايه، وتقول لنا التحديات اللي احنا هنواجهها بستايل الحياة ده، لان احنا صغيرين وكتير مننا ما عندوش خبرة قوي في حياته لسه. فصعب قوي تخلي الناس تتعامل بالشكل ده. آه، فعشان كده ستيم يعني اقل ما يقال عنها ان هي تجربة اجتماعية، ان انت بتاخد ناس متفوقين بس انت حكمت عليهم ان هم متفوقين دراسيا بدرجاتهم بس، لكن ما تعرفش اي حاجة عن شخصياتهم لان انت ما بتعملش انترفيوز او ما فيش اي لاير اوف فلتريشن تانية. وبتحط الناس المتفوقة كلها في نفس البقعة المكانية. ده لازم يخلق مشاكل، لان طبيعي ان الناس تتشابه في معيار، ده بالضرورة بيخلق تشابهات اكتر من الناس اللي مش بتتشابه في اللي مش بتتشابه في المعيار ده. بمعنى ان لو في اتنين اذكياء، فنسبة التشابه ما بينهم المفروض نظريا تكون اعلى بين واحد ذكي وواحد غبي. آه الواحد الذكي والواحد الغبي ممكن يبقوا متشاركين او متشابهين في حاجات الاتنين الاذكياء مش متشاركين فيها. بس لما تاخد افريج البوبيليشن وافريج كل الصفات اللي في الدنيا، المفروض توصل لكونكلوجن ان التشابه في معيار يؤدي لجنرال تشابه اكتر من الاختلاف في المعيار. فانت واخد 120 واحد ولا مش عارف 100 وكم واحد كلهم متفوقين دراسيا، فطبيعي بالضرورة ده بيخليهم شبه بعض اكتر ما هم شبه الناس اللي في المجتمع، الناس اللي بره. يعني هم شبه بعض اكتر ما اي حد فيهم شبه حد متوسط براهم. طيب ده معناه ايه؟ ده ايه إيه المشاكل اللي حاجة زي كده بتجيبها؟ ان انت بتحط ناس عندها نفس اللايف فيو تقريبا، عندها نفس الهوبيز، عندها نفس الخبرات، احتمال يكون عندهم نفس التربية، عندهم حاجات كتير قوي متشابهة. فانت بتخلق نوع من الايكو تشامبر، او مفيش تنوع، مفيش اختلاف. الايكو تشامبر ده هو ان انت مثلا تبقى عايز تاخد رأي الناس في حاجة، فتروح تاخد رأي الناس اللي شبهك. طب ما هم طبيعي هيأيدوك الرأي، فانت كده بتعمل نوع من الانحياز. فده اللي بيحصل في ستيم، انت بتجيب ناس شبه بعض
في معيار معين، ولكن تشابههم في المعيار ده بيخلوهم statistically شبه بعض اكتر من الناس التانية. فانت بتدخل طبيعي هتلاقي بقى في ناس شبهك ايه لمجرد تشابهكم في التفوق الدراسي. لان التفوق الدراسي مش تشابه بسيط، التفوق الدراسي تشابه كبير. لان انت عشان تبقى متفوق دراسيا لازم تعيش لايف ستايل معينة، ولازم شخصيتك يبقى فيها حاجات معينة. طبعا في اختلاف، يعني مش بقول ان ال 120 واحد شبه بعض، لا. مش دي النظرية. هي النظرية ان الناس اللي جوه شبه بعضهم اكتر ما اي حد منهم شبه حد براهم. يعني اتمنى الجملة تكون واضحة، هي جملة معقدة شوية بس اتمنى تكون واضحة. لكن ده مش معناه ان ال 120 نفسهم شبه بعض، لا، هم مختلفين جدا، بس on average هم شبه بعض اكتر من الايه، من الناس اللي بره. فده زي ما قلت بيخلق homogeneity في المجتمع ده، بيخلق ايكو تشامبر، بيخلق ان مفيش اختلاف كافي واختلاف صحي لتطور المجتمع او لتضارب الافكار. بتلاقي ان الافكار بتكونفرج، بتلاقي ان لو 5 6 عجبهم حاجة الباقيين بيعجبهم نفس الحاجة. ليه؟ لان هم كلهم جايين من نفس البذرة تقريبا، طالعين من نفس الانيشال كونديشنز. فده ياخدنا للسؤال، هو انا بس محضر مجموعة بوينتس فببص فيها. فده ياخدنا للسؤال، هل الناس بتدخل ستيم اوريدي وهي شبه بعضها، ولا وجودهم في بيئة ستيم هي اللي بتخليهم يبقوا شبه بعض لما يتخرجوا؟ بمعنى انت مدخل ال 120 واحد كلهم متفوقين دراسيا، هل ده enough trigger ان هم يبقوا شبه بعض جدا فيعرفوا يميكس، ولا هم داخلين مختلفين ووجودهم في بيئة واحدة في مكان واحد طول الوقت هو اللي بيجبرهم يكونفرج؟ معرفش. يعني انا ده سؤال انا طول عمري كنت بسأله لنفسي، لان انا مش عارف فعلا هو ليه الناس بتاعت ستيم يعني بيتخرجوا متشابهين جدا اكتر حتى ما كانوا داخلين. بس هو السؤال اللي احنا بس مش عارفين نجاوب عليه، هم اوريدي احنا بادئين شبه بعض كفايه بسبب التفوق الدراسي، ولا المدرسه هي اللي بتخلينا شبه بعض، ولا الاتنين؟ احنا اوريدي بادئين شبه بعض والمدرسه زودتنا. في الاغلب ده الايه، دي الاجابه. لان احنا دايما عارفين الواقع او اجابات الواقع عمرها ما بتبقى either or، هي بتبقى دايما ميكس ما بين النظريات. فانا شايف ان الاجابه هي ان الناس اوريدي بادئه شبه بعضها بسبب التفوق الدراسي اللي بالضروره بيخلق تشابهات تانية، ووجودنا مع بعض في نفس المدرسة تحت نفس التريجرز. يعني تخيل ان ستيم هي تجربة، فاحنا محطوطين تحت نفس الكونديشنز، فطبيعي السيميلر كونديشنز في الاخر بتقرب الديفرنت سامبلز. يعني كأن السيميلر تريجرز فور ديفرنت سامبلز بتخلي الديفرنت سامبلز مور اوف سيميلر سامبلز بسبب السيميلر تريجرز. فدي اول نقطة انا كنت حابب اتكلم عليها. وده مهم ليه؟ مهم لان فكرة الكونفرجنس اللي انا بتكلم عليها دي اكتر حاجة توكسيك في ستيم، ودي الحاجة اللي, اللي ادعي ان هي اصلا خلتني اوصل للي انا فيه دلوقتي. يعني كل اللي انا بقوله ده انترودكشن على فكرة الايكو تشامبر والكونفرجنس، وان الناس شبه بعضها. دي حاجة توكسيك على قد ما هي مفيدة، دي حاجة توكسيك جدا. لان الكونفرجنس بيقتل الابداع. انت بتبقى حاطط 120 واحد، نقدر نقول 80% منهم بسبب الكونفرجنس وبسبب فكرة الايكو تشامبر بيفكروا بنفس الشكل، عندهم نفس الاهداف، بيمشوا ورا بعض، عايزين يعدوا بنفس المايلستونز، بياكلوا نفس الاكل. يعني حرفيا انت كأنك بتقتل اي اختلاف. يعني احنا حتى مش بس بناكل نفس الاكل اللي هو مقدم من المدرسة، احنا لما بنجيب اكل من بره بناكل نفس الاكل. احنا بقينا نفس الشخص. يعني تقدر تقول ان احنا بقينا نفس الشخص، والاختلافات اللي ما بيننا هي اختلافات آه لحاجات اوريدي يعني متأصلة جدا، او يعني موجودة جدا من قبل دخولنا للستيم وصعب تغييرها. لكن اي تريت او اي صفة قابلة للتغيير هي اوريدي اتغيرت تقريبا بعد دخولنا للستيم. الحاجات اللي بقيت ايه؟ هي الحاجات اللي تأثير الطفولة اكبر بكتير من تأثير المراهقة عليها او تأثير ستيم عليها. لان في صفات الطفولة بتأثر عليها اكبر من اي حاجة تانية. خلاص انت وانس ان انت عديت مثلا 8 سنين whatever happened في السبعة اللي قبل السنة التامنة، خلاص دول مثلا ايه they will stick around.
لكن ممكن تقول مثلا اللي بعد السنه الثامنه ده ايه، ده فاريبل، ممكن يفضل ثابت من 8 ل 13 بس ممكن يتغير بعدين مثلا. يعني this is how I think about it. فاللي فضل معانا واحنا في ستيم هي حاجات الطفوله بس، اي حاجه تانية تقريبا اتغيرت بشكل convergent، ان كلنا تقريبا بقينا نوصل لنفس الايه، ال distribution of traits او distribution of صفات. أم، من الحاجات برضو، انا ليه طيب بقول ان دي حاجه توكسيك، لان زي ما بقول ده بيقتل الابداع، آم، بيخلي البيئه الاكبر كارهه اي حد مختلف عنها. طيب من الحاجات اللي فيها ايكو تشامبر، او من الحاجات اللي فيها كونفرجنس في ستيم، هي ايه؟ هي فكره السعي وراء الاكسترنال فاليديشن. انا بحاول اتكلم باكتر شكل ابستراكت ممكن، يعني مش عايز اقول حاجه سبيسيفيك احنا كنا سيميلر فيها، لا عايز اجيب اكتر حاجه احنا سيميلر فيها والحاجه دي تكون ابستراكت. فالحاجه الابستراكت اللي انا شايف ان ال 120 حد اللي في ستيم بيبقوا سيميلر فيها جدا باي الوقت اللي بيتخرجوا فيه، البحث عن الفاليديشن. دايما طول الوقت احنا بنبحث عن الفاليديشن، والبحث عن الفاليديشن ده بيجي بطرق مختلفه. فبتلاقي الناس مثلا اللي هي عايزه تبقى شاطره اكتر، يعني هم اوريدي شاطرين من قبل ستيم، بس جوه ستيم التنافس اعلى بكتير، لان انت بدل ما بتتنافس مع ناس افريج وناس قليله وناس شاطره اللي هو الديستريبيوشن العادي بتاع اي مدرسه عاديه، في ستيم الديستريبيوشن كله ليفت سكيود. فانت بتتنافس مع ناس شاطره جدا، وبالتالي في ناس اوريدي البحث عن الفاليديشن بالنسبه لها ان انا عايز ابقى اشطر واحد في الناس الشاطره الاوريدي. فبتلاقي الناس دي بتعمل اي حاجه، حرفيا اي حاجه علشان توصل للايه، للهدف ده. في ناس تانية بتقول لك خلاص انا الايه، انا الدراسه هنا مش سكتي، الدنيا هنا اصعب بكتير من قبل كده، فانا ههمل الدراسه جدا، يعني ههمل الدراسه جدا جدا، بس هحاول اتفوق في حاجه تانية. فبتلاقي في مجموعه بقى ايه من التالنتس او من الهوبيز بتبدا تظهر، والناس دي بتحاول تتفوق فيها. آه يعني مثال على كده، مثلا هتلاقي ان ناس شاطره مثلا في الحاجات بتاعت الاي تي مثلا والبروجرامينج، ناس شاطره في الفيديو جيمز، ناس شاطره بقى في الرايتنج او الارتس الجرافيك ديزاين. بتلاقي دايما ان آه يعني دي حاجه انا لاحظتها في ستيم، ان حتى لو الناس مش شاطره في الدراسه، فهم عندهم السكيل سيت اللي تخليهم شاطرين في حاجه تانية غير الدراسه الاكاديميه. ف... فحاجه زي كده تاخدنا الكونكلوجن ان انا شايف ان كل الناس شاطره بدرجه مرعبه من الشطاره في ستيم، لو مش في الدراسه ففي حاجه تانية. فده بيخلي الناس دايما في بحث عن الفاليديشن. يعني ايه البحث عن الفاليديشن برضو، عشان اوضح الفكره دي اكتر، ان الناس بتاعت ستيم كانت بتاخد فاليديشن وهي صغيره طول الوقت. ليه؟ لان هم شاطرين دراسيا. انت جايب الناس ال 120 واحد اللي كلهم في اغلب حياتهم كانوا مميزين في حاجه، الحاجه اللي هم مميزين فيها هي الدراسه. بمعنى ان كل واحد من ال 120 دول، فرضا ان هم جايين من 120 مدرسه مختلفه فرضا يعني، او حتى لو خمسه جايين من نفس المدرسه فستيل ذا سيم بوينت، كل حد من الناس دي محاط بعشرات او مئات من الناس اللي هم الطلبه اللي في سن هو احسن منهم في حاجه، بغض النظر عن الحاجه دي صح ولا لا، بغض النظر عن التفوق الدراسي صفه ايجابيه ولا لا، بس ستيل هو مميز لانه هو رقم واحد او اتنين او تلاتة من hundreds of people. فالناس دي دايما بتاخد validation من وهي صغيرة، هم دايما متربيين على ان هم الجينيوس كيد او اللي هو ايه، الطفل العبقري. فلما بيدخل ستيم وبيلاقي كل اللي حواليه بنفس الشكل، طب هو هيتميز في ايه؟ ما انت لما تفكر فيها from an evolutionary point of view، لو انت بتعمل تجربة وجايب already كل الناس الجامدة، الناس الجامده دي بما ان هم طول حياتهم متعودين ان هم يبقوا جامدين، لما يدخلوا وسط الناس الجامده مش هيعرفوا يبقوا جامدين statistically، فهم لازم يلاقوا حاجه يتميزوا فيها. فكنت بقول اللي عايز يفضل يتميز في التفوق الدراسي اللي هو اصعب، لان انت بتتنافس مع اقوى ناس، لازم يعمل حاجات اكستريم علشان يحافظ على ده. اللي مش هيقدر على الاكستريم ليفل اوف كومبيتيشن هيحاول يتميز في حاجات تانية، فهيهمل الدراسه تماما
والموضوع برضو بيتحول لشكل وحش، ان في ناس بتهمل الدراسة تماما، واللي هو بقى يعني خلاص بقى مفيش. بس انا شايف ان الناس دي بتعمل كده بسبب ان هم من طفولتهم متعودين دايما عن متعودين على الفاليديشن. فلو ما خدوهوش من الدراسة هيسيبوا الدراسة تماما بحثا عن حاجة تانية. دي وجهة نظري في بيئة ستيم بتعمل ايه في الناس. فكرة الهوموجينيتي زي ما انا قلت، هي احنا هوموجينس في حاجات كتير، لكن اكتر حاجة هي ان انت جايب ناس كومبيتيتيف طول حياتهم، وبتحطهم مع بعض يدمروا في بعض، يكسروا في بعض. شيء بشع بصراحة. فاللي مش شاطر دراسيا هيبقى شاطر في حاجة تانية، لمجرد بس ان هو عايز يساتسفاي النيد اللي عنده دي، اللي هو دايما متعود عليها. فانا كده غطيت نقطة اللي هو ايه، الناس شبه بعضها من الاول ولا ستيم هي اللي بتعمل ده، وقلنا لا، ان الاجابة هي مزيج من الاتنين. وجينا لنقطة ان ستيم بتعمل ايكو تشامبر، وبتخلي الناس تكونفرج في الاخر ان هم يبقوا شخص واحد بشخصية واحدة بطموحات واحدة باهداف واحدة. وان اكتر حاجة هم متشابهين فيها ان هم دايما متعودين على الفاليديشن، ومتعودين ان هم يتقال لهم جامدين، انتوا جامدين. وده بيحصل فروم داي 1 في المدرسة، ان هو بيتقال لنا انتوا احسن 2% وانتوا اجمد ناس ومش عارف ايه. فدي حاجة بتعزز شعور الغرور. آم، في فئة عشان اروح بقى ننطلق للنقطة الثالثة، واللي هي نقطة ايه، الكونفرجنز ده المصدر الاساسي بتاعه ايه. يعني ايه إيه اللي بيزود الكونفرجنس؟ تمام ان احنا عايشين مع بعض الثلاث سنين وانتر اكشنز كتير، بس اكيد في حاجة معينة هي اللي بتزود الكونفرجنس ده. والحاجة دي من وجهة نظري هو تأثير الطلبة الأكبر في الطلبة الأصغر. بمعنى احنا بنبقى داخلين في سنة أولى، مش عارفين أي حاجة في أي حاجة، مش عارفين المفروض نعمل ايه، مش عارفين الصح من الغلط، مش عارفين نذاكر ازاي، مش عارفين طموحاتنا المفروض تبقى ايه، مش عارفين آه نقدم على كليات ايه، او مش عارفين نجايد مستقبلنا ازاي. طيب اللي خلى الناس دي تدخل ستيم اللي هو تيار غير عادي، او مش تيار، اللي هو طريق غير عادي غير طريق الثانوية العامة. ليه نفس الناس دي تكمل في نفس التيار بتاع الناس بتاع ثانوية عامة، اللي هو جامعات حكومة عادي او جامعات خاصة، او اللي هو نفس الطريق اللي اي حد بيسلكه. فهتلاقي من المنطق لا، ان الناس اللي سلكت طريق مختلف في الثانوية هتبقى عايزة تسلك طريق مختلف برضه في الجامعة، وهتفضل تعمل كده طول حياتها. مقارنة بالافريج، انا برضه بقارن بالافريج، مش بقارن الناس دي ببعضها. فبتلاقي ان الطلبة الاكبر برضه from day one بتقعد مع الطلبة الاصغر ويفهموهم المفروض يسلكوا طريق عامل ازاي. واكبر خطأ في طريقة التفكير دي هي كلمة المفروض. ان مستقبل الناس بتاعت ستيم بقت حاجة احنا مجبرين عليها، بقت حاجة مفيش فيها حرية اختيار قوي زي ما انت فاكر. يعني انت بتلاقي واحد طالب كبير، هو ناجح تمام، هو ناجح في حاجة، هو اتميز في حاجة من الحاجات اللي انا قلت عليها. الشخص ده انت لسه داخل المدرسة، ما مش فاهم اي حاجة في اي حاجة، ومش عارف اي حاجة في اي حاجة، ولسه ايه، ما عندكش اي نوع من التميز. بتلاقي واحد مميز انت شايفه قدوة، عمال يقولك انت المفروض تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وهو طبعا بينصحك وخايف عليك. بس المشكلة في ده ايه، ان هو فرض عليك اسلوب حياته، او فرض عليك رؤيته للحياة. هو شاف التميز في الطريق الاكس، فحكى لك وجهة نظره وحكى لك تجربته. انت عشان لسه حد مراهق وما عندكش حرية الاختيار قوي، او ما عندكش القدرة النقدية، او القدرة على انتقاد الاشياء، هتشوف ان اللي هو بيسلكه ده، هتشوف ان الطريق بتاعه هو ده الصح، وان انت تبقى عايز تبقى زيه. طيب هو مش بيحكي لك انت بس، هو مش بيحكي لك انت بس تجربته، هو بيحكي ل 120 واحد. من ال 120 دول طبيعي statistically هتلاقي 90 مثلا ولا 80 اقتنعوا بكلامه. كلامه ده مش شرط ياخدك لطريق واحد، لا، كلامه ده ممكن ياخدك لطريقين ثلاثة، بس ستيل برضه انت هتلاقي ال 80 90 واحد بيكونفرج على طريقين ثلاثة. طب ازاي يعني، انت ازاي بتقنعني ان 120 شخص ب 120 different genetics، ب 120 different environmental exposures، ب 120 اب وام مختلفين وكل حاجة، عايز تقنعني ان ال 120 دول هتعمل لهم كلاسترنج لثلاث او اربع مستقبلات، ان هم هيبقوا عايزين يمشوا في ثلاث او اربع طرق بس مش 120 طريق؟ هو الطبيعي ان كل واحد يمشي في طريقه، والصدفة هي اللي هتخلي ناس من ال 120 تتقابل في بعض الطرق. لكن اللي بيحصل في ستيم
بسبب كلام الناس الاكبر. والناس الاكبر دي بس باي ذا واي مش لازم تبقى طلبه، لا، ممكن يبقى الكونسلرز، ممكن يبقوا المدرسين، البيئه كلها بتقول صوت وعماله تكرره، وعماله تعمل صدى صوت لنفس الصوت. انتوا لازم تمشوا في الطريق الفلاني. الطريق الفلاني ده بيند اب ان هو 3 او 4، وتلاقي الناس كلها راحت في نفس ال3 او 4 دول. ودي من الحاجات اللي زي ما كنت بقول بتخلي الناس تبقى شبه بعضها في ستيم. عايز انتقل بقى للنقطة اللي بعدها، وهي نقطة آه انا دلوقتي يعني انا دلوقتي قلت مثال لازاي الكونفرجنس بيحصل، ان هو عن طريق الانفلونس بتاع الناس الكبار. طيب ننتقل لسؤال تاني، الكونفرجنس ده كونفرجنس لايه؟ يعني ايه النقطة اللي ناس كتيرة جدا من ستيم تتقابل فيها؟ وهنا بقى نبدأ كلام عن ايه، عن رحلتي بقى في ستيم اكتر يعني. طيب، من النقط اللي الناس بتتقابل فيها في ستيم هي نقطة التقديمات على جامعات بره لدراسة البكالوريوس. زي ما قلت، طريقة التفكير دي بتيجي منين؟ بتيجي من الطلبة الأكبر، بتيجي من المدرسين، بتيجي من الكونسلرز في المدرسة. يعني كل شبر في المدرسة تحس ان هو بيرمي عليك كده ان انت لازم تقدم بره، وان ده الموديل بتاع النجاح اللي الناس كلها عايزة تمشي وراه. عشان تتقبل في جامعة في امريكا بره، انت محتاج يبقى عندك بعض المميزات، او السي في بتاعك يبقى ليه صورة معينة. من الحاجات دي هي ان انت يبقى عندك انشطة، يعني مش لان هي نظام امريكا كده في البكالوريوس، انت مش بس تنسيق، او مش بس ان انت تجيب درجة عالية في الجريدز بتاعتك او الجي بي اي. لا، انت كمان لازم تاخد امتحانات معينة وهتكلم عليها، ولازم يبقى عندك انشطة. طيب دي حاجة برضو كنت بتكلم عليها، فكرة ان الناس بتكونفرج ان هي تبقى شبه بعضها. ده ليه؟ لان حتى الناس الانطوائيين اللي هتشوف ان موديل النجاح هو التقديم بره، وبالتالي التقديم بره ده بيستوجب الانشطة، هتلاقي ان حتى الناس الانطوائية بتحاول ما تبقاش انطوائية، وبتحاول تشترك في الانشطة علشان تكوبي الناس التانية اللي هي ناتشرالي مش انطوائيين، وبالتالي الاشتراك في الانشطة دي بالنسبة لهم حاجة سهلة. فبتلاقي ان الناس عمالة تقرب من بعضها، حتى الانتروفيرتس بيحاولوا يبقوا مش انتروفيرتس علشان يعملوا الحاجة اللي بتنجح، وفي نفس الوقت عشان ما يحسوش ان هم مختلفين، وبالتالي مكروهين في المجتمع اللي هو عايز الناس كلها تبقى زي بعضها ده. وده بيخلق بريشر رهيب، لان انت لما تاخد حد انطوائي تحاول تجبره ان هو يعمل انشطة، فدي حاجة صعبة جدا. طيب حاجة كمان، هل طبيعي ان ال 120 واحد بتوع ستيم كلهم هيتقبلوا؟ انت لما تعد عدد الجامعات اللي بتدي منح كاملة للطلبة، مش هيوصلوا 120، عدد قليل جدا. ممكن يبقوا مثلا 30 جامعة ولا حاجة، 40 جامعة يا عم. هل ال 40 جامعة كلهم منطقي ان احنا اصلا نتقبل فيهم؟ لا، فيهم جامعات عالية جدا 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 جدا. فبنقول ان مثلا ايه 30 ولا حاجة اللي بيقبلوا الناس. طيب هل من ال 30 دول آه احنا بنميت الكونديشنز كلها بتاعتها؟ لا، في كونديشنز احنا مش بنميت these conditions، فمش بنعرف نقدم عليها. فبتفضل تعمل filtrations ستيبس وكرايتيريا كتير لحد ما بتوصل لايه، ل ما اعرفش بقى 15 جامعة ولا حاجة. فانت عايز تكلاستر، مش هنقول ان مش ال 120 كلهم بيقدموا، هنقول مثلا ان 70 هيقدموا، 70 او 60 عايزين يقدموا. فانت بتقول ان 60 عايزين يقدموا على 15 جامعة مثلا، وبتقول ان ال60 دول عايزين يشتركوا في مجموعة أنشطة. المجموعة دي ليميتد، ما هو مفيش 60 نشاط في الدنيا، هما 5 6 أنشطة، وكل نشاط من دول عايز ياخد 10 بس. والجامعات كذلك، كل جامعة هتاخد واحد من المدرسة، يعني كل جامعة من ال15 هتاخد واحد، و- وهكذا قياسا على كل حاجة. كل حاجة competitive، وانت عندك عدد أكبر من عدد الموارد. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل توكسيسيتي، اللي بيحصل ان بيحصل ناتشرال سيلكشن، البقاء للاكثر توكسيسيتي. اللي هينجح اللي عنده اكبر قدر ممكن من المكر والتلاعب والمهارات. طبعا يعني كده كده المهارات موجوده، بس تعالى نفترض ان المهارات ثابته، مش ثابته، سوري، ان المهارات سيميلر ما بين كل الناس. اللي هيفرق بينهم ايه بقى؟ يفرق بينهم العلاقات، اللي هيفرق بينهم القدره على المكر والخداع، والقدره على
ايذاء الاخرين وتهديدهم وكل حاجة ممكن تتخيلها مش كويسة. مثال واقعي ان ساعات بيبقى فيه 2 او 3 عايزين يقدموا على نفس الجامعة، فبنحتاج نوصل لفورميلا تقول مين اللي يقدم ومين اللي ما يقدمش. انت قول لي ازاي هنوصل لحاجة زي كده؟ ما هو يعني هو الموضوع مش اوبجكتيف. يعني هو زي ما قلت الموضوع مش ارقام بس، تقديم على الجامعات في امريكا مش ارقام بس، في انشطة، في مقالات بتتكتب. فانت ازاي هتقيم ان ده يقدم وده ما يقدمش؟ وانت ممكن تقول لي طب ما تقدموا انتوا الاتنين، وكده كده انت قلت الجامعة هتختار واحد، فخلاص الاكثر كفاءة منكم يتقبل. لا، الدنيا ما بتمشيش كده للاسف في ستيم. فلو ما بقى في حالة ان ال3 عايزين يقدموا على نفس الجامعة، واحد بس منهم اللي هيقدم والاتنين التانيين مش هينفع يقدموا. طب هنختار الواحد ده من ال3 ازاي؟ في الاغلب اللي بيحصل ان في حد من ال3 بيكون عنده سلطة اكتر، او صوته مسموع اكتر، او محبوب من الطلبة الكبار اكتر، او محبوب من المدرسين اللي بيدي ريكومنديشن ليترز اكتر، وبالتالي هو اللي هيكسب الايه، الصراع بتاع العلاقات او الصراع بتاع النفوذ في المدرسة. والشخص التاني ممكن يبقى اكثر كفاءة ويندب ان هو ما يعرفش يقدم على الجامعة اللي نفسه فيها، بعد ما قعد يبحث كتير واستنتج ان دي انسب مكان ليه، بسبب بس ان هو ما عملش صوت كافي ليه في المدرسة. وبرضو ان الناس الشاطرة في ستيم اللي هي التير ايه من الناس بقى، تير ايه من الناس اللي هي ايه، ال60 اللي بيقدموا. تعالى ناخد من ال60 دول ال30 اللي هم بقى بيتقبلوا من ال60 دول مثلا، ولا لو من 40 نصهم اللي بيتقبلوا. دول تير ايه من الناس، دول اللي هم اقوى ناس اللي خلاص بقى ايه اتقبلوا في امريكا في البكالوريوس بمنحة كاملة، ملايين من الجنيهات المصرية. الناس دي علاقتها بينها وبين بعضها فيها نوع من الباسيف اجريشن، او نوع من ال الداينامكس الغريبه اللي انا ما شفتهاش قبل كده، ان الناس دي بتصنف بعض او احترامها لبعض مبني على الشطاره والاتشيفمنتس والنجاحات. بمعنى ان ال15 دول ليه قريبين من بعض، ليه بيحبوا بعض، ليه بيعملوا جروبس؟ علشان كل واحد فيهم من التاني شايف التاني جامد. طب شايف التاني جامد ليه؟ بسبب ان هو بيأتشيف، فبيقربوا من بعض، وبيبداوا يمقتوا الناس اللي براهم، او الناس اللي مش بتعمل اتشيفمنتس زيهم. طيب ده معناه ايه؟ ده ان كونكلوجن معناه ايه؟ ان ال15 شخص دول اللي هم التير ايه لازم طول الوقت يفضلوا ياتشيف، لان دي الحاجه اللي مجمعاهم لبعض. لو حد من ال15 بطل ياتشيف او بطل يبقى شبههم هيخرج براهم، ولو خرج براهم مش هيعرف يوصل للايه، للنجاح. ده الموديل اللي ماشي في المدرسه. فده بيخلق توكسيسيتي رهيبه، وبيخلق ضغط رهيب، وبيخلق كونفرجنس اكتر، ان ال15 واحد دول في الاخر تحس ان هم تحولوا لنفس الشخص بنفس الطموحات بنفس الاهداف، كلهم عايزين يقدموا، كلهم عايزين يعملوا نفس الانشطه. فانت بتلاقي عندك ناس آه يعني شاطره وكل حاجه، بس سماتهم الشخصيه فيها توكسيسيتيز كتيره جدا. ليه؟ لان المدرسه كلها بكل شبر فيها بيوصل لهم ان فكره ان انتوا جامدين وان ده موديل النجاح. تلاقي الطالب الاكبر بياخدك وانت لسه مش فاهم اي حاجه في الدنيا، يلعب لك في دماغك، يفهمك ان ده هو ده طريق النجاح، وان انت لو ما عملتوش تبقى فاشل. طب طريق النجاح ايه؟ واحد اتنين تلاته. واحد اتنين تلاته ده في 60 واحد عايزين يسلكوه، وبسبب ان الموارد قليله بعض منهم هينجحوا وبعض منهم هيفشلوا. واللي هينجحوا لازم يفضلوا شبه بعض، ولازم يفضلوا يحبوا في بعض، واللي بيقربهم في بعض هو يعني مدى الاتشيفمنتس بتاعتهم. فدي بيئة توكسيك جدا ومليئة بالضغط.